حبيبي، هتجننوا عليك ازاي ولا مش عارفه؟ يعني عارفه ولا لا؟ خلال ان انا بروح مهرجان دمشق بقالي اكتر من 25 سنه، انا بعرفها وبعرف فنها وبعرف نجوميتها في سوريا قد ايه، وبعرف انها موهبه كبيره جدا. مش متفاجئه من النجاح الكبير العربي بقى خارج نطاق الخليج، ان كمان في مصر كريس بشار بقى ليها جمهور عريق جدا بعد ستيليتو والدور الناعم الشرس اللي انت قدمتيه. أول شيء شكرا على هاي المقدمة اللطيفة اللي أنت حكيتيها. سعيدة أنا جدا إنه وصل أصداء المسلسل لمصر، انبسطت كثير إنه الناس حبت وتابعت وتحملتنا 90 حلقة منهم قلال. شكرا كثير لكل حدا هيك انبسط أو ما انبسط بالنهاية، يعني إنه هي تجربة وحبينا هيك نسعد الناس فيها. شكرا لكم، شكرا كثير. يعني طبعا مسلسل كان فيه اكتر من امرأة واكتر من فنانة، كل واحدة ليها مكانة في الابداع. لما بيجتمعوا مع بعض والاربعه يحققوا نجاح كبير، وده صعب جدا لان لازم يبقى في واحده انجح من الثانيه. انما ان هنا نشوف الاربعه بقمه النجاح والاربعه ابطال كل دور احلى من الثاني، ده حصل ازاي؟ هل بالحب بالكواليس ولا بالكتابه؟ بداية من الكاستنج والعمل، وكان خيار سارة دبوس حقيقة اللي هي المشرفة العام عن المسلسل. لما بيكون كل حدا جاي بمكانه، كل حدا عارفان شو الكاركتر اللي هو بده يعمله، وزائد علاقتنا نحن برا بالكواليس كأصدقاء، نحن كنا كل الوقت مع بعض، كنا منسجمين، كنا دائما نتشارك الرأي، شو رأيك بعمل هيك أو بعمل هيك. هذا الحب حقيقة عمل هيك انعكاس كتير منيح لقدرنا نطلع بهاي النتيجة. ودائما هي فكرة البطولة الجماعية لما يكون الكل موافق على شكل المشروع، هو هيك شكله، هو بطولة جماعية، فهذا واحد من أسباب نجاحه، إنه كل ممثل وكل ممثلة كانوا محطوطين بمكانهم الصحيح. قصة الحب اللي بينك وبين قيس أو كريم في العمل والجمهور كان بيستناها وكان سعيد بيها، دليل على إن الجمهور عايز منك أعمال رومانسية؟ بعتقد إيه، جمهورنا العربي كله بعتقد يعني أو أغلبه متعطش إلى الحب والرومانس، خاصة إنه نحن محاطين بأجواء بطل الناس مسترخين، عنف وضرب، وعم نميل أكثر لنقلد أعمال يمكن ما يسمى الأكشن والحروب، وفي شيء كمان أحيانا بيكون من واقعنا، فنحن مضطرين كدراما إنه نعكس هذا الواقع. فاجا ستيليتو هيك او شخصيه ألما وكريم كانوا عباره عن استراحه للمشاهدين هيك لحتى يسترخوا، لحتى يرجعوا يعيشوا اجواء حب، اجواء رومانس، ومشان هيك قدروا هدول الشخصيتين يأثروا بالناس. يعني أنا الأوان بقى نشوفك في عمل في مصر، يعني داخله مصر بجماهيريه كبيره جدا اللي انت كنت منتظراها وكنتيش راضيه تدخلي الا لما تدخلي بتقلك. ان شاء الله اكيد بتمنى، بالعكس وبيسعدني، يا ريت اني يكون بين اهلي بمصر، الا ما يكون في هيك مشروع اقدر انا اعمل منه شيء. ان شاء الله ناطره هالفرصه. في انتظارك يا حبيبه قلبي، تنوري والتالق والفستان الجميل ده. تقول لنا مين بقى ديزاينر سوري اسمه الياس ريجا. انا دائما بشتغل معه، بحب كثير التفاصيل اللي بيعملها، بيعرف هيك روحي شو بيلبق لها، مو بس جسمي حقيقه. روحك بالروح ياسمين سوريا، ومنوره، والف مبروك النجاح الكبير. حبيبتي شكرا. وهسيبك النهارده تتالقي يا حبيبتي. شكرا ليكي حبيبتكم اهي، كانت منوراني النهارده. شكرا. شكرا. وطبعا خلاص قربنا يا ديما. ايوه يا فلك، مش معقول يا فلك، امسك يا فلك، انت قلبة الدنيا يا فلك. يا فلك معقول يا فلك الجو الجامد اللي انت عاملاه، انا وانت بالريش النهارده اهو.
قوية بصراحة، بس ما شاء الله يعني قوية ومفترية، ولكن بتدافع عن حبها وبتدافع عن حقوقها وبتدافع عن حياتها. يعني صح صح، يعني صح بطريقة شوي اجريسيف، بس كمان هي بتدافع عن حبها وحياتها وعائلتها. هي فلك اس فلك، يعني هي هيك جاية ون باكج، اللي بيقرب ناحيتها. ديما الناعمة الفنانة الحساسة الرومانسية الشاعرة اللي فيها كل الصفات النعومة والأنثى، ازاي تحولت لشخصية بعيدة كل البعد عنها. بحس هذا بقى الباشن، شغف التمثيل، شغف التمثيل يعني. بالعكس هذا الكاركتر استفزني اكثر بكثير بصراحه. هو من الكاركترات اللي استفزوني كثير، لانه ما بيشبهني بكثير نواحي، ما بيشبهني. يعني ايه، لا انا ماني خطيره. انت قويه بنعومتك، بس فلك قويه بقوتها. بس هذا زاد الجيم متعه اكبر بصراحه. اكيد يعني طبعا ليكي جماهير كبير، انت وكل اسره ستيليتو في انتظارك في مصر تشوفي جمهورك اللي بيحبك والناس اللي بتحبك. ان شاء الله ان شاء الله، متألقة وزي القمر دايما. سو ماتش، وسعيدة بنجاحك يا سيدي. ميرسي يا حبيبتي، شكرا. احنا بنحبك جدا وانا يا حبيبتي. بحب مصر والله، واهل مصر. اهلا بيكي، اهلا بيكي. لازم تكون لمصر ان شاء الله. ان شاء الله. فلك يا جماعه كانت منورانا ولسه مكملين معاكم، ويعني طبعا نجوم كتير زي ما انتم شايفين لسه موجودين. شايفه احمد عز وكريم عبد العزيز موجودين هناك اهو، وان شاء الله يكونوا معانا. واضح ان كيرة والجن هياخد جايزه، واضح في فنانين كتير النهارده هياخدوا الجوائز. في انتظار نشوف النجوم واحلى النجوم اللي موجوده. ايوه، هو ده اللقاء، هو ده اللقاء، هو ده اللقاء. كيرة والجن، كيرة والجن يا جماعه، كيرة والجن. رسالة لمتابعي مجلتي. رسالة لمتابعين مجلتي. مرحبا بك. مش مجرد هي مش مجرد هي. تيم وصل كمان، وفاء حبيبتي كمان وصلت اهي. واضح انها كمان مبسوطة باستيليتو والكريس. حياتي، طب اهربي منه وتعالي. داير ده قلت لها انت الوسط تجيبي زيي. ايوه، ظبط خليك داير 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 داير. معقولة واخيرا اللقاء، واخيرا اللقاء. ممكن بقى نظبط بس الكادر، تيجوا جنبي هنا، ممكن تمسك ده. يلا حبيبة قلبي، وحشتيني، وطبعا انت كمان وحشتنا، ودايما منور ومتألق. بس انا عايزاكم كده عشان الكاميرا تشوفكم اهي. والحمد لله على السلامة يا حبيبتي، الله يسلمك. انتوا فين؟ انتوا فين؟ احنا بندور عليكي. وانا اللي بدور عليكم على طول، والناس عمالين يكتبوا لي تايم. قلت لهم ما شفتوش. جمهورك عايز يسمع منك كلام كتير يا تايم. والله على عيني وراسي الجمهور وحضرتك، وميت اهلا وسهلا فيكي. النهارده الجوي اوورد والتقاء نجوم العالم والعرب، يعني ما فيش حد مش موجود النهارده زي ما بيقولوا. ايه اكيد مناسبه حلوه، شفناها كيف ولدت السنه الماضيه، وعندي احساس ان هي متطوره اكثر السنه. فعلا شيء مبهج. اتمنى لكل القائمين عليها يعني النجاح والتوفيق، فعلا هي شيء بكبر القلب.
السنه اللي فاتت كانت القمر هي اللي متألقه على خشبه المسرح وبتقدم ووقعت. قلبك عمل ايه ساعه الوقعه؟ والله قلبي وقع. قلبك وقع الحمد لله بقيت سليم. عشان كده منعتها السنه دي ما تقدمش ولا ايه؟ لا انا السنه دي جايه يعني اشجع واسقف لكل الناجحين، واتمنى يعني انه برضو تايم يكون من الاسماء ترشيحه في حد ذاته جنب الاسماء الحلوه بتاعتنا، كريم عبد العزيز واحمد حلمي واحمد عز. يعني شيء جميل، وكلهم عملوا مجهود كبير وكلهم يستحقوا اكيد الفوز، فوجودهم كلهم يعتبروا فائزين يعني كلهم، فاحنا جايين نسقف للكل يعني. ممكن اقول لك احساسي؟ طالما وفاء مش على خشبه المسرح وجايه في ايد جوزها، فهنا دور الحب والقلب انها عايزه تحس باحساس الزوجه والحبيبه بتسقف لجوزها وهو بياخد الجوي أوورد. ومين زي الست يحس بالست؟ انا لا احنا قصه حب، احنا الاثنين احنا حبينا جامد وعارفين يعني، فده دليل على انها بتضحي النهارده بمهنتها تماما من اجل الحب، وانها تشوفك النهارده ماسك الجوي أوورد. يا رب. وكل الاحوال لمين ما راحت هي فعلا راحت اللي بيستحقها. انا سعيد نكون بهي المجموعه. بصي هو سواء خدها او ما خدهاش كفايه حب الناس. أكيد. يعني انا يعني ما شاء الله يعني من اول ما دخل وحط رجله على ارض السعوديه او ارض الرياض تحديدا، وانا شايفه قد ايه الناس بتحبه وقد ايه الناس. ما انت خدتي وش القفص يا حبيبتي. ما شاء الله. هنق بقى، ما انت هسيبكم قبل ما ننق، وبقول لك مبروك مقدما، وخلي بالك على الجائزه الكبيره اللي معاك. الله يخليك. منورين الدنيا. جايزة العمر. طبعا جائزه العمر. اشوفكم على خشبه المسرح، ولسه مكملين معاكم. بصوا يا جماعه، شوفوا مين، شوفوا مين، شوفوا مين الشباب بتاعنا الجمال الحلوين. الجوي أوورد يا جماعه لكيرة والجن، وانا بعلنها قبل ما يعلنوها، لان انا عارفه ومتاكده ان الفيلم اللي حقق فوق ال 120 مليون وحقق نجاح كبير في الوطن العربي مش ممكن هيطلع من غير ما ياخد اهم جايزه في المنطقه العربيه والمملكه العربيه السعوديه. مبروك. الله يبارك فيك يا بوسي، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب يعني فيلم تعبنا فيه احنا الاثنين، ومروان ومراد وهند، يعني اخد مننا 3 سنين حلو كده. ايوه يعني انا عايزاكم تتعبوا 3 سنين بس تطلعوا لنا اعمال تبقى مشرفه وتبقى دي مصر، نقول مصر. هو فكره انك تعمل اعمال مشرفه دي مش حاجه اكسبشن على فكره، ده المفروض ان هو ده يبقى العادي. لازم نحافظ على الرياده الفنيه، ولازم نحافظ على ان اعمالنا تبقى ناجحه، ولان اعمالنا بتتشاف في الوطن العربي كله. فانا بزعل من فكره ان حد بيعمل فيلم يقول لك اصل الفيلم لا، اعمل افلام حلوه، اعمل افلام ناجحه، مش لازم تبقى افلام جد، ممكن تبقى افلام كوميدي، بس اهم حاجه لما تعمل عمل فني لازم يليق بينا ويليق باسامينا ويليق بصناعتنا اللي هي رايده من زمان جدا جدا. لازم نحافظ على ده اكيد، ولازم نقف جنب نجومنا طبعا وندعم نجومنا. فين ده احنا كلنا ونقلل الاشاعات عن نجومنا، ما نقدرش نطلع اشاعات على حد. مش احنا مش شخصيتي، انا بتاعت نجومنا، انا بتاعت نجومنا، انا ما بخبطش ابدا، ده انا مش بتاعت التخبيط، ده بتاعت. واقدر اقول كمان ان اللي ساهم في النجاح ده الحب اللي بينك وبين احمد او بين احمد وكريم. ده حقيقي. بص يعني ناس كتير قوي اتكلمت، ويعني عايز اقول لك الفيلم قعد 3 سنين من امتع اللحظات سواء عند عز سواء عندي اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض. وعايز اقول لك على حاجه برضه يا بوسي، الكاميرا ما بتكذبش، يعني لو حصل اي شيء الكاميرا فضحها طول عمرها. العلاقه، الصداقه، الكيمياء، لان احنا الاثنين نفس التركيبه، نفس المدرسه، ومؤمنين ان كل واحد في حتته وفي حاله وبيحب صاحبه، فده بتاع الناس. اكيد انا بتمنى ان انا اشوفكم كمان على خشبه المسرح انتوا الاثنين مع بعض. انت لسه عامل مسرحيه مكسره الدنيا. حصل انا وكمان هيحصل بده، يعني زي ما التقيتوا وحققتوا نجاح في الاختيار وحققتوا نجاح في السينما، خشبه المسرح اكيد هتبقى سعيده بالجامعه دي. وانا اقول لك على حاجه بقى، والله انا يمكن طول عمري كنت بحث في المسرح، انا كل تجاربي المسرحيه 2 وحققوا نجاح كبير. من امتع التجارب اللي مريت بيهم في حياتي، لانه الحاجه الوحيده اللي هي ما فيهاش كذب ولا تزييف. الجمهور قاعد قدامك والكراسي، يا ناس موجوده يا ناس مش موجوده، هي بتضحك يا ما بتضحكش. بتعرف انت مكانتك ايه عند الناس في لحظتها، ما فيش حاجه مزيفه زي دلوقتي كده. بتصوري السوكسيه، انت بتصوري في الفيلم، وبعدين المخرج بيروح المونتاج، لو غلطتي
في تيك تو واعاده ثانيه واعاده ثالثه. المسرح ما فيهوش، مسرح انت لايف يعني. ايه اللي خلى الجمهور يتحرم منك السنه دي في الدراما؟ ما فيش، احنا صورنا بالفعل، احنا فتحنا يومين ثلاثه مع دكتور بيتر، بس المسلسل تحضيره كبير قوي وتاريخي وفي كذا بلد هيصوروا فيها، فما كناش هنلحق رمضان، فجبنا للسنه الجايه ان شاء الله. وانت مريح عشان السينما، فما فيش عمل لا رمضان؟ مش رمضان. انا ما قررتهاش في حياتي ان انا عملت اعمال ورا بعض في رمضان، هي صفت بس المره اللي فاتت، فما اعتقدش ان انا هبقى موجود في رمضان السنه دي. لا انا بحبكم انتوا الاثنين، وانتوا اللي نقدر نقول انتوا اللي هتحملوا رساله الفن الفتره الجايه، فحافظوا عليها. ربنا يقدرنا. وانتوا يعني عارفين المعنى ده كبير طبعا قوي. طبعا ده مهم جدا. بشكركم ومبروك مقدما. ربنا يبارك فيك. واخد صوره قبل ما تمشوا. اديني اخد صوره، الصوره دي الا دي. وانا عايز اتصور معاكم طبعا. يلا.